اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فين يا جماعه المشاهدات؟ فين اللايكات يا جماعه؟ انا بتعب جدا عشان اصور لكم الفيديوهات دي والله العظيم. تعالوا بقى نعمل غدا حلو كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. لا مش فراخ يا عمر، فراخ بانيه، فراخ بانيه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل النهارده ان شاء الله مكرونه، وهنعمل بانيه وبطاطس زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين البانيه عامل ازاي؟ طري وبجد تحفه. وعامله سلطه صحيه، عملت سلطه صحيه جنب البانيه والمكرونه والبطاطس، وكمان عامله لهم عصير فراوله اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كوكي ايه يا عمر؟ ده بانيه. ماشي يا روحي. شايفين الاكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده؟ اللهم بارك. صلوا بقى بينا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاه والسلام ويزيدوا النبي صلاه. ونبدا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف احنا جايبين ايه عشان نحضر الغدوه الحلوه دي مع بعض. مبدئيا كده بصوا، جبت طبعا كيلو بانيه تمام كده، وجبت بقى شويه حاجات، شويه خضار كده من السوق. جبت اهو بصوا، جبت فراوله للعيال. لا اله الا الله، صلوا بينا على النبي يا جماعه. وجبت بطاطس اهو، بطاطس كان شكلها حلو قوي. وجبت خيار كمان، بصوا الخيار ده بجد شكله تحفه، قصير ومقلبص كده، بس بجد كان بصوا كان مسكر جدا اهو. جبت طبعا طماطم عشان المكرونه وكمان عشان السلطه، يعني انا هعمل مكرونه وهحتاج كمان للسلطه. وجبت بقى بقسماط. انا ما بحبش اعمل البانيه بالبقسماط اللي هو المطحون ده النهائي، ما بيبقاش حلو خالص. فبفضل دايما ان انا اجيبه كده ايه صوابع وانا اللي ايه اطحنه. وجبت نص كيلو مكرونه عشان ما كانش عندي مكرونه. والبانيه اهو، اهو جبت كيلو بانيه زي ما انتم شايفين. وجبت بقى ايه زيت عشان برضو ما كانش عندي زيت. ده بقى كنت جايبه الفرحه بنتي فرحه قلبي، جبت لها فاتيكا حمام كريم، وجبت لها اللي هو الفاتيكا اللي هو كريم شعر ده. الحاجات دي كنت جايباها الفرحه. وجبت 2 بيضه عشان نتبل تتبيله البانيه. لا اله الا الله. والسكر بقى اللي انتوا كنتوا شايفينه، الباكيتين اللي كانوا محطوطين دول انا جايباهم، بس مش جايباهم ليا، جايباهم لحد يعني تبعي. هنا بقى كنت جبت الحاجه ونسيت اجيب بصل، فبعت يوسف جاب لي بصل اهو زي ما انتم شايفين. بحب قوي البصل الابيض ده، بموت فيه. والاحمر برضه بيبقى حلو. يا ماما بتعملي الاكل ده عشان انا بحبه. يا روحي، عمر بيقول لكم ماما بتعملي الاكل ده عشان بحبه. هنبدا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غسله البانيه بتاعي، مسكت شطفته مره واثنين وثلاثه. ودي بقى ايه التتبيله اللي هتبل بيها البانيه. بصلايه كبيره مبشوره، ومعلقه فلفل اسود وملح. والاصفر اللي انتوا كنتوا شايفينه ده كانت واحده مرقه دجاج، مش دايما بحطها بس قلت اجرب، بس فعلا كانت حلوه يعني اهو. هفضل. وهنا بقى كنت حطيت كمان البيضتين يعني، وهفضل بقى ايه يعني، انا تبلته وبعد ما تبلته حطيت عليه البيضتين وهسيبه بقى ايه في التتبيله. يفضل يكون يعني لو نص يوم يبقى حلو قوي. وعملت البطاطس اللي انتوا كنت مجهزه كل حاجه، البطاطس اللي انتوا شفتوها دي. هنا بقى حطيت ميه في الحله وسبتها بقى تغلي عشان ايه، هبدا بقى اقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا اسلق ايه المكرونه. معايا هنا المكرونه الاسباجيتي. المكرونه الاسباجيتي ما بتتكسرش يا جماعه. وحطيت في الميه معلقه ملح. لازم الميه بتاعت سليق المكرونه تكون عامله زي ميه البحر، مالحه زي ميه البحر. هنا اهو زي ما انتم شايفين. هنا بقى كانت المكرونه اتسلقت معايا، طلعتها صفيتها وحطيت شويه زيت واستنيت لما الزيت سخن كده، ورحت نازله ايه ببصلتين مبشورين اهو زي ما انتم شايفين. بصلايه كبيره مبشوره او 2 متوسطين كده مبشورين. لا اله الا الله، صلوا على النبي يا جماعه. هنا بقى كنت بضرب ايه الطماطم. رحت بقى ضربت الطماطم وكنت بطحن البقسماط بتاعي اهو. هنا بقى كان خلاص، كانت البصلايه خدت لون معايا، وضربت الطماطم وصفيتها ونزلت بقى على البصلايه بالطماطم. وحطيت عليها بقى معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود. لازم بحب ان انا دايما في اي صلصه احط معلقه سكر عشان الحموضه. هنا بقى كنت خلاص بدات ان انا ايه الاول
فرمت ضربت الطماطم وصفيتها. دلوقتي بقى ايه، كنت بطحن البقسماط اهو زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا ما شفتوا معايا كده المكرونه كانت اتسلقت معايا وبصوا زي الفل. هنا بقى بدات ان انا ابدر البانيه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما طحنت البقسماط حطيت عليه معلقتين من الملح وشويه فلفل اسود. هنا بقى بدات ان انا اقلي البانيه واحمر البطاطس زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الحركه اللي انا عملتها دي، ان انا اغطي طاسه البانيه وهو البانيه بيستوي، بتخلي البانيه من بره لونه ذهبي كده وجميل، ومن جوه بيكون البانيه مستوي كويس جدا، وبجد بيبقى تحفه تحفه اهو زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه، خليه ايه سيره النبي عليه الصلاه والسلام كده، يعني ايه نتبارك بيها كلنا كده، نتبارك بسيره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى كنت خلاص حمرت البطاطس وقليت البانيه وعملت المكرونه وعملت السلطه، وقلت بقى اعمل ايه للعيال عصير الفراوله. بصوا انا بحب الفراوله جدا جدا، وهما كمان بيحبوها. الف هنا. هنا بقى كنت خلصت الاكل زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى منظر الاكل عامل ازاي، بجد تحفه بجد تحفه. حبيبي يا موري، استاهل بقى لايك، استاهل لايك منكم مش كده؟ لايك واشتراك، ومن فضلكم يا جماعه تشاهدوا لي الفيديوهات لاخرها، محتاجه دعم وتشجيع. اسمعوا بقى كلام عمر بيقول لكم لايك واشتراك ومتابعه. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. يلا اسيبكم بقى في حفظ الله، هستنى رايكم، بالنسبه لي مهم جدا، هستنى رايكم في التعليقات. تمام كده. بصوا شكل الاكل يا جماعه. يلا مع السلامه.